بسم الله الرحمن الرحيم. كن في فم الدنيا وهيئ الأزهار، وانظر على سمع الزمان جوهرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن الله تعالى أمرنا بالصلاة على سيدنا ومولانا محمد، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قولوا صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. أيها الجمع المبارك والحضور المبجل، أحييكم بنخب تحيات وأسماها قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوم أمامكم اليوم نيابة عن دولتنا العزيزة دولة نيجيريا لإبلاغ الشكر والتقدير على ما قدمتموه لنا من الخدمات الطيبة واعتناؤكم بنا منذ حضورنا إلى بلدكم الطيب مصر، وبخاصة الهزار الشريف الذي يعجز الكلام عن الإجهار به. والله بالفعل كلكم مستحقون للشكر والتقدير والاحترام، وأخص بذكر بعض الأشخاص وعلى رأسهم الرجل الصالح الذي مهد الله سبحانه وتعالى لإصلاح الدنيا كلها وجعله سندا لطلاب العلم قاطبة، هو الشيخ الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، حفظه الله ورعاه ويمنه بعافية الجسم والروح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما أتقدم بالشكر الرودي السعاد إلى رئيس أكاديمية الأزهر العالمية مولانا الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، بل أكبر سني، وليس الصغير اليوم بل أكبر سني، حفظه الله ورعاه. وكذلك الدكتور المصطفى علواني بلبل الأزهري، وكذلك الدكتور أحمد البدوي، وكذلك الدكتور مصطفى المنفلوطي الذي يذكرنا كل يوم بالطعام ويقول: الطعام جائز، الطعام جائز. سريعا نسأل الله أن يجزيكم جميعا جزاء الأوفى، وشكرا جزيلا لجميع الحاضرين إلى هذه الحفلة الميمونة المباركة الذين تركوا أوقاتهم ليشاركوا معنا. أتضرعوا إلى الله أن يبارك في أوقاتهم، وكذلك الأحباب والأصدقاء من السنغال والكاميرون وغينيا كوناكري والهند وماليزيا الذين تركوا إيادهم من أجل العلم، قد فعلت أجل الفعل وداعا لكم. نسأل الله لنا أن يعيدنا إلى بلدنا سالمين غانمين آمنين مطمئنين، وجزى الله عن الأزهر والأزهريين خير الجزاء. والسلام عليكم.